السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا معاكم عبد الرحمن. دلوقتي بقى خلصت من الدوشة والمشاكل اللي كانت حواليا من شوية، ودلوقتي انا قاعد في هدوء، واقدر دلوقتي ان انا ابقى قاعد معاكم شوية براحتي يعني. نبتدي بقى حلقتنا التالتة، واللي هقول لكم فيها على اهم الاوراق واللي طلع اهم الاوراق في المجموعة القوية دي من وجهة نظر انا شخصيا. هنبتدي بقى اول ورقة هقول لكم عليها. دول بقى اول ورقتين في الورق المهم عندي بالنسبة ليا، في وجهة نظري شخصيا، لان دول بيصدوا الهجوم. بس في فرق بين الورقة اللي على اليمين والورقة اللي على الشمال. الورقة اللي على اليمين بقى وهي دي بتصد الهجوم، بل وبترد للخصم تاني. يعني بالظبط تعمل عليه هجوم معاكس. يعني هجوم ما يجي يهاجمك مثلا بقيمة تدمر لك 1700 نقطة من نقاط حياتك، لما تعكس عليه الهجوم دون تدمر له 1700 نقطة من نقاط حياته هو. الورقة دي بقى برضو بتصد الهجوم، بس ما بتعكسوش، على العكس عاملة زي الدرع يعني. بس وكمان فايدتها ان لما يكون الخصم عنده اكتر من وحش تمنع بقية الوحوش بتاعته من الهجوم. هي بقى الورقة التالتة، واللي طبعا من الورق المهم في وجهة نظري، لانها لو تفتكروا ورقة كانت في لعبة يوجيو، اللي هي لعبة يوجي القديمة يعني. الورقة اللي كانت بتبطل فعاليات اي ورقة سحرية، طبعا الورقة دي زيها برضو. الورقة دي طبعا تعتبر من الورق المهم والمفيد جدا. فعاليتها انها بتقوم بتدمير كل وحوش الخصم، بس ولكن لازما اما تفعل الورقة لازما عشان تعمل كده فعلا ارمي ورقة من ايدك للمقبرة الاول، وبالتالي هيحصل كده فعلا. الورقة دي بقى تعتبر مهمة برضو من وجهة نظري شخصيا. فايدتها ان فاكرين لعبة يوجي القديمة كان في ورقة زيها كده كانت اسمها مش فاكر كده ساحرة القلوب، مش عارف حاجة زي كده. دي كانت تخليك تاخد وحش من وحوش الخصم تستعملها ضده في الدور اللي بتفعل فيه الورقة دي فقط. دي برضو زيها نفس الفاعلية. الورقة دي برضو تعتبر مهمة ومفيدة، لان هي بتخلي صاحبها يقوم يعني من خلال الورقة دي ان هي بتدعم له اي وحش من وحوشه ب1000 نقطة زيادة في الهجوم والدفاع.
يعني مش هجوم بس ولا دفاع بس، هجوم ودفاع مع بعض. دي بقى ورقة مهمة، من اهم الاوراق من وجهة نظري. بس ايه، لو تفتكروا في ورقة كانت تزود نقط وورقة تانية كانت تنقص نقط في يوجي القديمة. دي برضو نفس الفعالية، الدفاع يعني تاخد من عند الخصم وتحط عندك. اوريلكوا دلوقتي الورقة اه. ده طبعا الفاعلية بتاعتها طبعا اللي انتوا شايفينه ده. كده اكون ختمت الحلقة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.